سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع قناتي عيش أمريكا. النهاردة هعمل لكم فيديو قصير مدته من 10-12 دقيقة عن موضوع جديد يخص أمريكا. أول حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الكريسماس ودخولنا على السنة الجديدة. وده اللوكيشن الجديد اللي أنا هصور منه فيديوهاتي. أنا مكاني المفضل تحت الشجرة اللي ورايا ديت، وده مستر سانتا كلوز والمدام بتاعته الناحية التانية. فكل سنة وانتم طيبين وأيام سعيدة على الجميع يا رب. إن موضوع النهاردة اللي هتكلم عنه التضخم في أمريكا. قبل ما اخش في موضوع الفيديو، اتمنى ما تنسونيش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس، اشتراك في القناه، دوس لايك او ديسلايك، سيب تعليقك بقراه، برد على كل التعليقات، بتفتح لي افكار جديده لفيديوهات جديده، اعرف اهتماماتكم ايه. والنهارده هتكلم عن موضوع من ضمن الاهتمامات اللي جات لي، التضخم في امريكا عامل ازاي. انا اقول لكم تجربه شخصيه حصلت معايا الاسبوع اللي فات، وكانت هي كمان من اسباب ان انا اعمل فيديو زي ده النهارده. الميكروويف عندي باظ. مش باظ كبير، الزرار اللي بدوس عليه الباب بيطلع بقى مش قوي، فتدوس كان بيطلع بصعوبة، لازم تدوس كذا مرة، بعد كده ما بقاش يفتح، فلازم لما تدوس تسحب الباب بإيدك. فأنا ما عجبنيش كده الكلام ده بالظبط، ما خدش أسبوع على بعضه من أول ما بدأ الباب ما يفتحش لغاية ما بقى ما بيفتحش غير لما لازم تسحبه بإيديك. ف في البيت ما حدش اعترض، قالوا لي لأ خلّيه كده، إحنا متعايشين ممكن نستعمله كده. أنا قُلت أعمل لهم مفاجأة، ما عجبنيش إن أنا الميكروويف يبقى ما أدوسش يفتح على طول، لإن طبعًا بيبقى أسهل كتير في الاستخدام لمّا تدوس يفتح على طول، إيدك التانية فيها حاجة، فبتدوس ويفتح وتحط الحاجة بإيدك التانية أسهل كتير. شِلت الميكروويف، أولًا أنا شِلت الميكروويف بنفسي، وبرضه دي حاجة ممكن تدوّر عليها أونلاين. لو جبت واحد يشيل لي الميكروويف ويركب لي الجديد، هياخد من حوالي من 150 ل$250. فأنا لمّا عملت الrenovation المطبخ بتاعي، اللي ركّبوا المطبخ هم اللي ركّبوا الميكروويف. فأنا بالنسبة لي كان إن أنا أشيل ميكروويف وأحط واحد جديد مكانه، كان challenge بالنسبة لي، بس أنا متعوّد باحط إيدي في الحاجات اللي ممكن أحمّلها في البيت، أوفّر عمالة إن أنا أأجّر حد بفلوس كتيرة، إن ممكن ييجي يحط لي الميكروويف مكان اللي باظ. فأنا شُفت فيديو، شِلت الميكروويف، بقى مكانه جاهز. رُحت أدوّر على أخوه اللي عندي بالضبط عشان أركّبه مكانه، يبقى أسهل كتير طبعًا عمّا أجيب واحد جديد بمقاييس جديدة. رُحت أشتري، طبعًا دوّرت على الفاتورة اللي معايا، كان عدّى على الميكروويف اللي أنا كان عندي 5 سنين. أنا كنت شاري ضمان ليه لمدة 5 سنين، فللأسف الباب ده لمّا باظ كان بعد ال5 سنين بتوع الضمان اللي أنا شاريهم ما خلصوا. فأنا عشان أجيب حد يصلّح الميكروويف كان هيكلّفني تقريبًا تلات أرباع تمنه وهو جديد. فلو أنا هاشتري واحد جديد وهاجيب حد يركّبه لي، كنت هادفع كتير، يبقى التصليح أرخص. لكن بما إن أنا قدرت أشيل القديم وأنا هاركّب الجديد، وده موضوع طبعًا مش صعب أبدًا، فكده أنا وفّرت من 150 ل250 حق الشيل والتركيب بس. فكده أنا لو رُحت اشتريت واحد جديد، يبقى الموضوع موفّر معايا كويس جدًا. فقُلت خلاص مش هاصلّح، شِلت القديم ورُحت أشتري واحد جديد. طلّعت الفاتورة بتاعة القديم علشان أشوف الضمان إمتى أو أنا شاريه إمتى بالضبط، لإني طبعًا ما كنتش فاكر بالضبط التاريخ. طلّعت الفاتورة، طبعًا بنحتفظ بالفواتير هنا وشهادة الضمان اللي أنت شاريها في فايل خاص بالحاجات دي في البيت عندك. فتحت الفايل، شُفت شهادة الضمان وشُفت أنا شاريه إمتى، لقيته من 5 سنين وحوالي شهرين. فكده عرفت إن الضمان بتاعي كمان بقى expired، ده خلاص وما ليش ضمان. بس بصيت على الفاتورة اللي معايا ورُحت أشتري واحد جديد. تخيّلوا بعد 5 سنين الميكروويف سعره زاد كام؟ أنا سألت كذا حد عايش في مصر، تتخيّل السعر يزيد كام؟ حد قال لي على الأقل يبقى double، وحد قال لي ممكن يبقى 3، 4 أضعاف بالنسبة للتضخُّم اللي بنسمعه في العالم كُلّه، من ضمن البلاد اللي فيها تضخُّم هي أمريكا. تخيّلوا إن لقيت فرق السعر بين الميكروويف اللي أنا اشتريته من 5 سنين والميكروويف الجديد $5 بس. معايا الفاتورة القديمة ومعايا الفاتورة الجديدة، $5 بس. متخيلين فرق سعر ال بين الاتنين ميكروويف في 5 سنين؟
يعني كده ممكن نقول تضخم بمعدل دولار في السنة في سعر الأجهزة الكهربائية. مش بس كده، وأنا بعمل رينوفيشن للمطبخ غيرت كمان التلاجة. فالتلاجة اللي أنا شاريها برضو في نفس التوقيت من 5 سنين، قلت لبنتي بصي على التلاجة بكام. راحت دورت على أختي اللي عندي بالظبط، قالت لي بابا تمنها كذا، نفس التمن اللي أنا اشتريت بيه بالظبط من 5 سنين، مفيش زيادة دولار حتى. قمت أنا متكلم مع بنتي قلت لها تعالي بقى أعلمك درس مهم أوي ليكي، اللي هو قوة الدولار الأمريكاني والإنفليشن أو التضخم في أمريكا، والفرق بينه وبين التضخم في العالم، وقوة الدولار الأمريكي إزاي إنه مستقر، فإزاي دوت حمينا من حاجات تانية كتيرة بتحصل في دول تانية. إن تخيلوا بعد 5 سنين تشتري الجهاز الكهربائي تقريبا بنفس الثمن، يبقى معنى كده معدل التضخم في الأجهزة الكهربائية تقريبا زيرو. انهيار العملة وتأثرها رغم كل اللي حصل من أحداث كورونا ولا أي حاجة مؤثرة في العالم زي حرب روسيا مع أوكرانيا، زي اللي بيحصل في الشرق الأوسط، إسرائيل وفلسطين ولبنان وسوريا، قفل قناة السويس. طبعا قفل قناة السويس ده أثر كمان على أسعار الشحن والمدة اللي بتوصل بيها الحاجة دلوقتي. قناة السويس كان الشحن بالمراكب بيبقى أرخص وبتوصل في وقت أقل، دلوقتي بتطول وبتكلف أكتر. رغم ده كله سعر الأجهزة الكهربائية واحد. طيب هل التضخم في أمريكا ما ظهرش في الأجهزة الكهربائية ولا في أي حاجة تانية؟ لا، للأمانة أقدر أقول أسعار البيوت لا زادت، وزادت جدا في وقت كورونا. وسبب زيادة أسعار البيوت مش التضخم ولا حاجة، إن الفوائد بتاعت البنوك أيام كورونا كانت أقل فوائد ممكن واحد ياخدها في أمريكا على مر العصور، وصلت ل 2.0 2.0 يعني 2% فوائد. فده خلى الناس كلها تقبل على البيوت تشتريها، ان فوائد البنك قليله. وده خلى اسعار البيوت تعلى قوي، لان بقى المطلوب كتير والعرض مش ملاحق، فبقى ده خلى البيوت تغلى. تخيلوا لما الفايده على البنوك قلت، بيع البيوت زاد عشان فايده البنوك هتبقى قليله على قرض على 30 سنه. فلما تحسبها هتلاقيك موفر مبلغ كبير جدا لما تلحق تشتري بيت في قرض ب 2%. فطبعا ده خلى البيوت اسعارها زادت، لكن ده ملوش علاقه لا بحرب خارجيه ولا بانهيار عمله ولا بكورونا ولا حاجه، هي عرض وطلب في السوق. طيب الحاجه التانيه اللي زادت في امريكا الاكل. الاكل فعلا زاد من ايام كورونا، والاسعار بطلت تزيد لكن ما بتقلش. يعني لو من 5 سنين كنت ممكن تجيب وجبة لفرد ب6 دولار، دلوقتي نفس الوجبة دي ب10 دولار، ما قلتش لكن ما زادتش. هي أيام كورونا وبعدها بشوية لما جم يفتحوا أصحاب البيزنس، طبعا كان في زراعات كتير اتأثرت وفي محاصيل ما بتتباعش، وده بيخسر وده بيخسر. فطبعا لما جم بقى بعد كورونا عشان يعوضوا خسائرهم الأسعار زادت، لكن بطلت تزيد من وقتها. من 3 سنين الاسعار ما بتزيدش، فالاسعار نطت نطه واحده لكن ثابته. فده وضع تضخم في امريكا بتجربه شخصيه ليا انا عشتها وشايفها بعينيا. ما عندناش بقى عمله انهارت بمقدار، بقت نزلت لنص قيمتها او تلت قيمتها او خمس قيمتها او عشر قيمتها، فده يغلي الاسعار في باقي الحاجات. فالتضخم في امريكا موجود زي معظم دول العالم، لكن بمعدل بسيط جدا 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 جدا. والحكومه بتسعى انها تحسن من ارقام التضخم، ودلوقتي بيقللوا اسعار الفايده البنكيه عشان يظبطوا التضخم في امريكا. ما عندناش هنا حاجة كانت جهاز ب50 بقى ب100، وبعد شوية بقى ب200، وبعد 5 سنين بقى الجهاز ب500. لا، مفيش الكلام ده خالص في أمريكا، ملهوش وجود. أنا حبيت أعمل فيديو دوت أشارك معاكم خبرتي عن التضخم في أمريكا، وتجربة شخصية عن حاجة أنا اشتريتها الأسبوع دوت. وما تنساش لو عجب الفيديو تدوس لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس، اشترك في القناة. تعليقاتكم مهمة، بسمعها بقراها كلها،
برد عليها كلها، بتفتح لي مواضيع جديده. ما تنسوش دايما تستمتعوا بحياتكم. سافر مع سامح. سلام.